منصة اكس ميديا المفتوحة دايما هيك بتقول عن حالها، يلي مستحيل حدا يعرفها منكن، وما منلومكن أبدا لأنه فعلا هي غير معروفة. بس راح نحكي لكم قصتها لأنه شفنا إيدي كوهين عامل شير لأحد الفيديوهات على المنصة، لهيك قررنا نبحث عنها ونشوف مين يلي واقف وراها. ومثل ما نكون شايفين المنصة بتبث من الإمارات، ويلي بيشتغلوا فيها مشكل ملون مثل علم الهجري. عندكن كريستين شاهين الدرزية الشيعية بنت جبل العرب يلي عايشة بجبل عامل بجنوب لبنان. صحيح جبل مع جبل ما بيلتقي، بس انفصالي على فلول بيلتقي ونص. شيلكم من كريستين وخلونا نشوف مين يلي عم يتابع هالمنصة. وهون كانت الصدمة الحقيقية. تخيلوا منصة ما بيتجاوز عدد متابعينا 5000 على منصة اكس، متابعينا كلهم علامات زرق وشخصيات معروفة بالوسط الإعلامي. صحيح شو قصة هالتيار مع الأزرق؟ علامات زرق وهوية زرقاء وعلم أزرق ودم أزرق. من المتابعين عندكم بالواجهة عمر رحمون، فردة الحذاء المرافقة حاليا لوئام وهاب الدرزي الموجود بلبنان. وبنفس الوقت لا تنسوا انه كريستين شاهين بطلة هالمنصة هي هجرية. عندكم كمان هذا الحساب اسمه بيس ان إسرائيل، السلام في إسرائيل، يا سلام، يلي عم يتابع المنصة كرمال ينشر السلام عنا مثل ما نشروا بغزة بالآلاف. مريم البسام مديرة قناة الأخبار السياسية في قناة الجديد السابقة، ويلي تعتبر أشهر أبواق حزب الله الإعلامية. وأما مين بتتابع هالمنصة؟ فهي حرفيا بتتابع كل الأشخاص العاملين حاليا على بس الأخبار الكاذبة والشائعات مثل هالحسابات يلي عم نحط عليها خطوط حمراء. كتير غريب الأمر، منصة غير معروفة بتتابع شخصيات معروفة كتير. لهيك حاولنا نشوف شو بتنشر المنصة أخبار، ما وجدنا أخبار للأسف، ويلي لقيناه بوستات كذب وشائعات ملفقة. ترى نسوان الحارة شائعاتها فيها مصداقية أكثر منا، لهيك المرة الجاية لما تشوف بوست منهم حطوا على مقياس ريختر قبل ما تصدقوا. بس ما بنضمن ما يصير زلزال عندك وينزل السقف عليك لا سمح الله. لا وشو بتقلك المنصة؟ نكشف معا ما يأتي بعد. لك ايه شو يلي بده يأتي وما يأتي؟ ليش تركتوا شي زبالة بالمحيط تبعنا ما خليتوها تأتي؟